السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. روايح رمضان الجميلة هلت علينا، ويا رب يعودوا على الأمة الإسلامية والعربية كلها بالخير يا رب. احنا النهاردة ان شاء الله هنحضر معاكم عصاير رمضان الحلوة الفريش الطبيعية البيور، الفاكهة الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا، مش البودر اللي احنا بنشربه دون حاجة مش عارفين مصدرها ايه وبنشرب وخلاص. طبعا احنا هنحضر معاكم الفراولة، ونحضر معاكم البرتقال، و... وهنضاعف كمية قمر الدين. هنعمل قمر الدين، وهنعمل مشمش مفرز على قمر الدين، وهنضيف عليهم برتقان وجزر. يعني هنعمل كوكتيل كده من قمر الدين، هنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو. كده احنا هنغسل الفاكهة كويس. طبعا البرتقان كويس جدا لانه بيبقى فيه رمل وطينة، فلازم يتغسل تحت مية جارية زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طبعا احنا البرتقان هنضيف عليه الجزر اللي بيبقى فوائده حلوة جدا، كله فيتامينات. واحنا كده هنغسل الفراولة. طبعا من الثمرة الخضرة دي بيبقى تحتها رمل، فلازم نشيلها خالص ونغسلها تحت مية جارية زي ما انتوا شايفين كده كذا مرة، ونغير عليها المية كذا مرة. طبعا الفراولة احنا بنعملها عصير بكذا طريقة، ان احنا بنضيف عليها، ممكن نضيف عليها لبن، وممكن ان احنا نحط عليها بنجر زي ما هنضيف عليها بنجر النهاردة. وبرضو احنا هنفرزها، ممكن نعملها في كيكات كتوبينج كده، ولا نعملها موس الفراولة. ف يعني ايه يعني هنخزن كمية بقى ونعمل، يعني بحيث ان احنا نعوز اي حاجة نعملها ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده انا بغسلها كويس كذا مرة. طبعا انا بنشيلها كده عشان ما يبقاش فيه برضه رمل، رغم ان انا غيرت عليها المية كذا مرة، بس لازم نشيلها كده من المية واصفيها في المصفى شوية. وكده هروح اقشر البنجر. طبعا مش عايزه اقول لكم على فوائد البنجر. طبعا ولادنا ما بيصوموا، الاطفال الصغيره بيفقدوا كميه كبيره من الحديد وهم صايمين. فطبعا بعد ما نفطر كده نديهم كوبايه عصير فريش كده من ده، عليه طبعا بنجر، والبنجر كله حديد، نعوض ايه الحديد اللي هو بيفقدوه يعني. ربنا يخلي ولادنا يا رب. طبعا انا سلقت البنجر وحطيت عليه كوبايه من السكر. طبعا ميزه البنجر اما احنا بنسلقه نحط عليه سكر، السكر بيضيع اي مراره فيه. كده احنا هنعبيه في الاكياس. هنعبي الفراوله، هنضيف على شويه بنجر وشويه زي ما قلت لكم هنشيلهم في الفريزر، بحيث ان احنا نستعملهم بقى. يعني ايه، زي ما قلت لكم نضيف لبن بقى، اللي عايز يشربها بلبن، اللي عايز يشربها ببنجر، يبقى عندنا من ده ومن ده. وطبعا برضو ممكن زي ما قلت لكم نحط منها، نستعملها كتزيين للتورت وكده، في ان احنا بنستعملها كتوبنج للتورت، او نعملها موس للكنافة بقى، ورمضان جاي وكده ان شاء الله يعني. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، كده يعودوا على الأمة بخير يا رب. وكده انا خلصت الكمية هي بتاعت الفراولة معاكم. كده هنقشر البرتقال. طبعا احنا بنشيل القشرة البيضة التخينة السميكة دي خالص، ما بنخليهاش، عشان هي دي اللي بتمرر البرتقال، وبنسيب على القشرة الخفيفة دي يعني. تمام. شيلها خالص، ننضفها كده زي ما انتوا شايفين، عشان هي دي اللي بتمرر البرتقال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وطبعا زي ما قلت لكم احنا برتقان يعني جزر، احنا لازم البرتقان نضيف عليه جزر، معروفه من قديم الزمن.
طبعا البرتقال بيبقى حلو لما بنضيف الجزر عليه، بيبقى واخد شكل لون كده جميل تحفة كده، يعني ميكس كده حلو جدا يعني. وهننضف الجزر معاكم. وطبعا لازم الجزرية تكون كبيرة كده وحلوة، ما نقيش الجزر الصغير يعني، عشان ايه احنا هنعمله حلق وهنسلقه يستحمل كده معانا. لا اله الا الله. نقطعه حلق كده صغير. وطبعا احنا هنروح نسلقه على النار بكوباية كوبايتين، تلات كوبايات من المية، وهنضيف كوباية من السكر عليه. وكده احنا بقى هنجهز البرتقال، هنقطعه حلق. طبعا هنجهزه في الاطباق بتاعته، وهنضيف معاه ايه كمية من الجزر، كل طبق كده على قد الجزر بتاعه. طبعا لو في اي بذرة او اي حاجة هنشيلها زي ما انتوا شايفين كده. هنحط الجزر برضو كده على جنب، بحيث ان مثلا لو مش عايزين جزر عليه يبقى ايه، يبقى نعمله من غير جزر، نخلي ده في جنب وده في جنب كده زي ما انتوا شايفين كده. وانا بشرت حبة من البشر برتقان، ينفع بقى لغسيل الطيور والبط، وبرضو بنستعمله كفانيليا في الكيكات وكده، بتبقى تحفة كيكة طبعا بالبرتقان. وادي الكمية كلها بعد ما خلصت اهي. وكده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم بقى ايه قمر الدين. هنخش بقى على قمر الدين الطبيعي بقى اللي احنا هنعمله مع بعض، وهتشوفوا هنعمله مع بعض ازاي دلوقتي. كده احنا معانا لفة من قمر الدين، هنقطعه قطع صغيرة كده وننقعه شوية قيمة ساعتين كده لحد ما يدوب خالص. تمام. وكده احنا معانا المشمش المتفرز اللي قلتلكوا عليه، ومعانا جزر مسلوق، ومعانا قمر الدين اللي احنا نقعناه، ومعانا عصير برتقان فريش بيور يعني. تمام. كده هنضيف قمر الدين على الجزر وهنضربهم. تمام. شوفوا بقى كده هنضيفهم، هننزل بيهم في الطبق. ما شاء الله، بصوا لونهم جميل مع بعض ازاي كده. كده بقى هنضيف المشمش وهنضربه برضو. المشمش ده احنا مفرزينه من السنة اللي فاتت. تمام. وهنضيفه برضو على الجزر وعلى قمر الدين. تمام. وهنضيف عليهم عصير البرتقال المركز. طبعا هيعمل معايا كمية هايلة يعني. طبعا الكمية دي بقى يعني كمان مركزة، ممكن احنا هنضيف عليها طبعا مية. كل مثلا مرة هنعمل فيها المهلبية هنضيف عليها برضو شوية مية عشان هي مركزة. تمام.
وكده بصوا عملت معايا كمية حلوة اهي، لونها جميل تحفة ما شاء الله. تمام. طبعا هعبيها معاكم. وطبعا بقى اللي مش عايز يعني يضيف او ما عندوش مثلا او ما فيش مثلا مش متفرز او ما فيش قمر الدين وعملنا مهلبية جزر على برتقان، برضه هتبقى تحفة، بس هنعصر عليها عصرة من الليمون عشان يدي نفس طعم قمر الدين. المزازة بتاعت الليمون مع المزازة بتاعت البرتقان مع تسكيرة الجزر كده هيدي برضو ايه، ميكس مع بعض كله كده يدي ايه برضو طعم طعم المهلبية بتاعت قمر الدين. كده احنا ضفنا معلقتين من النشا على كيس فانيليا، وهنضيفهم على عصير قمر الدين. طبعا احنا مزودين بقى يعني كوب من المية كده على كوب من قمر العصير، برضو زي ما قلت لكم مركز ولازم نخففه. وكده ان شاء الله الحاجة خلصت اهي معاكم. ايه رأيكم؟ شفتوا قمر الدين جميل ازاي؟ شفتوا بوجي وطمطم ما شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين ويعيدوا عليكم يا رب بخير كده، وكلكم تبقوا سعداء وتاكلوا وتتهنوا انتوا اولادكم واحفادكم يا رب. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. شفتوا المسحراتي؟ مسحراتي اهو ما شاء الله. لوائح رمضان الجميلة بقى هل علينا. كل سنة وانتوا طيبين.